السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أكلة سهلة جدا، رز بالبسلة والجزر والفراخ، كلها أكلة الحلة الواحدة بمنتهى السهولة. تابعوا الطريقة وقولوا لي إيه رأيكم. ندوق بقى الدنيا. إيه الأخبار يا جن؟ ماما حلو قوي، تسلم ايدك، شابوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنعمل أكلة حلوة جدا وطعمها حلو قوي، رز بالبسلة والجزر، بس أنا هعمله بقى في إيه، طبخة الحلة الواحدة. أنا رحت جايبة البصل ورحت مشوحاه، دي طريقه مختلفه عن الرز بالبسله والجزر اللي هو اللي بيتعمل التاني العادي. جبت البسله والبصل الاول، شوحته في الزبده مع معلقتين سكر، وبعد كده حطيت عليهم البسله والجزر والفراخ قطعتها، ممكن اعملها بفراخ ممكن اعملها بكبده، بتبقى طعمها حلو جدا. وهحط البهارات بتاعتنا، ملح الملح خلص. ان شاء الله يكفي الملح. ثواني يا فرح لو سمحتي. فلفل، قرفه، انا بحب القرفه، كل دي حطي معلقه حلوه قرفه. القرفه مع الرز بتخلي طعمه حلو جدا. جنزبيل، جنزبيل مفيد جدا وهو مع القرفه بيدي طعم حلو قوي. عشان مبين الهنا الاضاءه شويه انت اللي واقفه قصادها مبيناها حلوه. طيب حاضر يا هنا. اروح فين تاني؟ شمال. كاري، كركم. كاري وكركم. انا النهارده ما عنديش كركم. انا اول كركم مره اعرف للون. مكان التوابل دي. انا هنا بقى لما تعمل اكل بتحط اي حاجه ريحتها حلوه وبتطلع حلوه في الاخر. بتطلع حلوه جدا. المفروض احط كركم لكن ما حطيتش عشان ما عنديش. بابريكا، الاحمر اللي بحب ريحته. ايوه هنا بتحبه وانا بحبه عشان يدي لون حلو. كله مع بعض في نفس الحله. انا عملتها في طاسه كبيره. وبعد كده احط الرز. انت لسه هتعايريه؟ لا انا جايبه الرز اللي هو عشان بس معيار الميه ليس الا، لكن انا جايبه الرز اللي هو مش اللي هو الرز المعالج، فاللي هو مش بيتغسل. عمري ما اقتنعت بيه. معلش هحطك هنا على حسب الكميه اللي انتوا عايزينها، ممكن تضاعفوا الكميات او تقللوها على حسب الكميه. على حسب الرغبه. ماشي يا هنا. وما تنسوش الاشتراك في القناه. ممكن سهله بس كفايه. عشان عامله كميه. قلب قلب قلب، رج رج رج. قلب قلب قلب، رج رج رج. بعد كده هقلبهم. الرز يتشرب من السمنه. ممكن احط شويه رز كمان اللي ما اتاكلش النهارده يكفيكوا بكره. ثانيه واحده يا جن. لا احنا بنصور. جنى وفرح بيجهزوا استمارة الإعدادية واحنا سايبينهم بنعمل الغدا. وانا سايبه امتحان بكره. بعد كده هنضيف المية.
شوربة رز. لسه يا ماما مش هيتشرب. الميه بتضيفي على كل كوبايه حوالي كوبايه ونص ميه عشان يطلع رز مفرفر عشان يطلع رز حلو مش ناشف. ومفرفر. انا بقى لما بعمل الرز بسيب النار عاليه عليه لغايه ما يغلي ويبتدي يتشرب. بعد ما يتشرب وبسيبه عريان ما بغطيهوش. بعد ما يتشرب بضيف له بوطي عليه واحط الشياطه. ايه ثانية مش كده؟ لا ما هو كل واحد من واحد للتاني. ايه مش ده؟ مش ده بروتوكول كله بيمشي عليه؟ لا ده مش بروتوكول كله بيمشي عليه، ده على حسب الرغبه. بس كده لما يخلص هنرجع لكم تاني. مثلا بقى بالمنظر ده، الريحه رائعه. وزي ما انتم شايفين خلصناه وغرفناه، ما اخدش مننا وقت نهائي. لو عندنا مكسرات او سوداني ممكن نحط معاه، بتدي طعم حلو جدا. وفي السوداني كمان بيبقى رائع، طعمه بيبقى احلى من المكسرات احيانا. بس كده وبكل سهولة. وقولوا لنا ايه رأيكم. زي ما انتوا شفتوا خلصنا. لو في اي مكسرات او سوداني ممكن نحمرها ونحطها فوق الوش، بيبقى الطعم حلو جدا والريحة رائعة والطعم ما اقولكوش. ايه رأيكم يا بنات؟ حلو قوي. تسلم قوي. تسلم. تسلموا يا رب. وبألف هنا. طريقة سهلة جدا وما اخدتش مننا وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.